رسالة لكل شركات الإنتاج الأجنبية. يا جماعة ارحمونا بقى، ارحمونا بجد. هو ليه الإنتاج والمؤلفين واللي بيكتبوا والكلام ده كله والممثلين يعني بتعملوا فيلم حلو، اسم حلو يشدك تبقى نفسك تتفرج عليه، او مسلسل نفسك تتفرج عليه، قصة بقى ويقول لك قصة هتعمل كذا ومين رمى مين من السطح والليلة دي كلها، تيجي تتفرج على المسلسل 3/4 إباحية. انا استفدت ايه حضرتك كده؟ يعني انا استفدت ايه؟ انا فين القصة؟ فين المؤثرات البصرية؟ فين الزوم اوت والزوم ان؟ يعني انا راجل عايز اتفرج على الزوم اوت والزوم ان، ايه ده؟ ايه اللي انا لازم ادخل اول مشهد لازم اباحيه؟ الله، حضرتك في شركات بورنو بعمل له بقى ووديه، ولا انت بتعملني بورنو مقنن؟ مش فاهمك، يعني اباحيه مقننه؟ يا عم انا مش عايز اتفرج. افرض عيالي قاعدين معايا عايزين يتفرجوا على مسلسل وعايزين نتشد كلنا للشخصيات، لازم نلاقي حاجه كده طالعه زي الخازوق. الله، نخلص من الاباحيه يقول لك عيب وغض البصر وبتاع ومش عارف مين، يجيب لك شواذ. يا دي النيله، لو ما كانش راجل مع راجل يبقى ست مع ست ويعني سياق الجمل وسياق الحديث يقول لك ايه رايك مثلا ان بنتك بقت بتحب بنت تانية، يلا ربنا يصلح لهم الحال. يطلعوا لهم حل ايه؟ ربنا ياخدهم. انتوا بتعلموا عيالنا ايه؟ بتعلموا يعني لولا ان الناس فاهمه، في فعلا الناس مش هتعمل كده. ايه؟ طب ما احنا اتفرجنا يا بابا مثلا على مسلسل ولد بيبوس ولد عادي، ده فين ده؟ ده بنت بتبوس بنت عادي، ده بنت بتتجوز بنت عادي، ده ولد بيتجوز ولد عادي، راجل بيتجوز راجل عادي. ايه ده؟ ويجيب لك راجل بغل وبدقن ومش عارف مين وكل حاجه، ويقول لك الراجل ده مش كويس. انتوا بتعلمونا ايه؟ انتوا بتصدروا لنا ايه؟ يا عم انا عايز اشوف الخيال العلمي يا عم، يا عم انا عايز اشوف التقنيات يا عم. الله، انا قلت لك راجل عايز اشوف الزوم ان وزوم اوت، عاوز اشوف الشقلبه، لكن اشوف عري واشوف اباحيه واشوف شواذ؟ لا يابا مش عايز اتفرج عليك. ده انا ممكن اوقع السينما بتاعتك دي، مفيش مشاهدات من اللي انت بتعمله. ايه ده يا جماعه اللي بره بجد؟ لا ما ينفعش تروح تتفرج على MBC 2 تلاقي 3/4 الفيلم مقصوص، مش فاهم القصه راحت فين ولا مين جه منين، عشان فيلم كله اباحي. ما ينفعش، ده ضد تعاليمنا وضد ديناء الدين وضد القيم وضد الاخلاق. فبعد اذنكم احترموا عقليه الشعوب المسلمه والعربيه، ما تجيبولناش شواذ، ما تجيبولناش اباحيه، ما تجيبولناش كل. احنا ما بنحبش الكلام ده. ان كنتوا انتوا 24 ساعه بتحبوا الكلام ده فمثلوا عندكم، لكن احنا لا. الله يستركم يعني. روح اتفرج على كابتن ماجد. سلام.